ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الكوسه يا اما بناكلها محشيه يا اما بناكلها مطبوخه. تعالوا بقى نجرب الطريقه دي مع بعض. هنعملها قوارب وندخلها في الفرن بطريقه سهله جدا جدا ولذيذه جدا، وطعمها يا جماعه بجد خرافي. اي حد ممكن يعملها بمنتهى السهوله. هنعملها النهارده مع بعض بالتفصيل مع شويه رز بقى بالشعريه، حاجه كده ايه خيال. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، ويلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا كيلو ونص من الكوسه مقطعها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هجيب الكوسه وهقطعها من ورا من قدام، وهجيب الموار بتاعي. انا شايفه ان الطريقه دي اسهل من ان انا اقسم الكوسه نصين واحفرها بالمعلقه. الطريقه دي اسهل واسرع بكتير. الناس بقى اللي هي بتقور الكوسه بتتخرم منها هتحب الطريقه دي جدا، لان انا بقول لكم ايه، هنخرمها فهيبقى سهل ان احنا نقورها من ورا ومن قدام كمان بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعدين هقطعها نصين بالمنظر ده، هتبقى زي ما انتم شايفين قوارب. دي هرش عليها بقى رشه خفيفه من الملح ورشه خفيفه جدا من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من زيت الزيتون، وهقلب كويس او ممكن الزيت العادي، وهقلب كويس كل ده مع بعض زي ما اتفقنا. نص معلقه صغيره من الفلفل ونص معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. هجيب صينيه فرن وهدهنها ده طبقه خفيفه من الزيت، هكون مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه، وهدخل الكوسه في الرف الاوسط بعد ما رصها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هتاخد الكوسه معايا ادخلها الفرن، هتاخد ربع ساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه. المهم ان انا اتاكد ان الكوسه بتاعتي استوت 3/4 سوا. دخلتها الفرن، هبدا ان انا هنا بقى اجهز الحشوه بتاعتي. في طاسه سخنه على النار حطيت زيت، وقطعت هنا صدور فراخ، نص كيلو من صدور الفراخ قطعتها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. وهقلبها طبعا زي ما احنا شايفين الطاسه تكون سخنه جدا جدا عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. ومش هقلبها غير لما تاخد صدمه الاول، وبعدين هبدا ان انا اقلبها. اول ما لونها يغير من تحت هبدا ان انا اقلب. النار زي ما اتفقنا تكون عاليه. ممكن طبعا استبدل حشوه الفراخ ديت بحشوه لحمه مفرومه متعصجه، عملناها قبل كده في الفيديو بتاع المكرونه البشاميل والجلاش. احط هنا بقى البصله بتاعتي، بصلايه كبيره متقطعه رفيع زي ما انتم شايفين او مبشوره. وهقلب الفراخ مع البصل، وهبدأ اضيف التوابل، بابريكا وكزبرة وبهارات فراخ وقرفة وفلفل اسود وكاري وملح. معلقة صغيرة من بهارات الفراخ والملح، والباقي نص معلقة صغيرة. هقلب البهارات كويس مع الفراخ والبصل اللي انا حطيتهم. اول ما البصلة تدبل وتشرب ميتها مع الفراخ كده تبقى الحشوة بتاعتي بقت جاهزة واستوت زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. مش بتاخد سوا خالص لان انا مقطعه الفراخ قطع صغيره جدا، فمش هتاخد سوا. هعمل بقى هنا البشاميل بتاعي. حطيت 3 معالق من الماده الدهنيه، معلقتين من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت. ممكن نستخدم الماده الدهنيه كلها زبده. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض. البشاميل معلقه ماده دهنيه، عليها معلقه دقيق، عليها كوبايه لبن، ونضاعف المكونات على حسب الكميه اللي انا عايزاها. اقلب بقى المكونات هنا مع بعض. هضيف رشة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهقلب كويس جدا لحد ما لون الدقيق يبدأ يبقى فاتح شوية وريحته تطلع. هوطي النار وهضيف كوباية من اللبن البارد، وهقلب كويس جدا مع بعض. هفكك الدقيق وهضيف كوبايتين الحليب اللي فاضلين زي ما اتفقنا، 3 كوبايات حليب عشان حطيت 3 معالق كبار من الدقيق. وحطيت هنا رشة صغيرة من جوز الطيب. وعلى النار متوسطة هبدأ اقلب البشاميل لحد ما قوامه يتقل معايا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هجيب بقى الكوسة بتاعتي بعد ما استوت، وهحط بقى هنا الحشوة بتاعت الفراخ. ممكن ازود على البشاميل لو انتوا عايزين كريمة، ممكن ازود قشطة، بس هو كده كان طعمه حلو جدا ولذيذ جدا. هحط هنا زي ما اتفقنا الحشوة بتاعت الفراخ، ممكن نستبدلها بلحمة مفرومة متعصجة. وبعد ما اخلص الكمية كلها هبدأ ان انا اضيف فوق الحشوة ديت البشاميل واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين. بشاميل كان طعمه لذيذ جدا جدا مع الكوسة بقى مع حشوة الفراخ اللي احنا حطيناها ديت. طعمها بجد يا جماعة كان خرافي، وتغيير عن الاكلات التقليدية. متوقع انها تعجبكم جدا جدا ان شاء الله. بعد ما حطينا طبقة البشاميل، اخر حاجة ودي خطوة اختياري، هنحط بقى رشة من الجبنة الموزاريلا. جبنة موزاريلا مبشورة، وممكن نستخدم اي نوع جبنة احنا بنحبه. طبعا المكونات كلها مستويه زي ما انتم شايفين، بشاميل مستوي والكوسه استوت والفراخ استوت، فهدخلها الفرن تاخد وش بس وتلون واطلعها على طول. طبعا مش قادره اقول لكم بقى على الريحه كانت حلوه ازاي. شكلها طبعا حلو جدا جدا مشهي، يفتح النفس كده. الجبنه كمان الفودي مديها مطه جميله قوي. الحشوه لذيذه والبشاميل لذيذ، طبقات كلها بصراحه يا جماعه متناغمه مع بعض وطعمها لذيذ جدا جدا.
مع شوية رز بالشعرية بقى. الناس اللي بتحب العيش ممكن تغمس بعيش. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم، ويلا بينا ندخل على الجزء التاني من الفيديو. هنتعرف النهاردة في معلومة ظريفة على الكوسة. الكوسة بتحتوي على كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، بتحتوي كمان على كاروتينات زي الليوتين والبيتا كاروتين. دول ليهم دور مهم جدا في الحفاظ على صحة العين والقلب والجلد. كمان الكوسة بتحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان، ودول ليهم دور مهم جدا في دعم صحة الهضم وصحة الأمعاء، الجهاز الهضمي عامة. الألياف القابلة للذوبان ليها دور مهم في تغذية البكتيريا المفيدة اللي موجودة في الأمعاء، ودي بتساعد طبعا على تقليل اضطرابات الأمعاء زي القولون العصبي. الألياف الغير قابلة للذوبان ليها دور مهم في إضافة كتلة للبراز، وده طبعا هيساهم في سهولة عملية الهضم وعملية إخراج الطعام والوقاية من الإمساك. كمان الكوسة بتحتوي على فيتامين سي، وزي ما اتفقنا قبل كده فيتامين سي مهم جدا لرفع المناعة ومهم جدا في الحفاظ على صحة الجلد والعظام. كمان فيتامين سي من انواع الفيتامينات اللي بتدوب في المية، الجسم ما يقدرش يخزنها، علشان كده المفروض ان انا اخد بالي دايما في النظام الغذائي بتاعي يكون بيحتوي على كمية مناسبة لفيتامين سي تناسب الحصة اليومية اللي بيحتاجها الجسم. كمان الكوسة بتحتوي على البوتاسيوم، والبوتاسيوم ليه دور مهم جدا في الحفاظ على ضغط الدم ودعم صحة القلب. بيكون البوتاسيوم موجود بكمية كبيرة في القشرة بتاعة الكوسة. من أكبر الفوائد اللي بتقدمها الكوسة للجسم إن هي بتحتوي على كمية كبيرة من المية، 95% من الكوساية يعتبر مية. اتكلمنا قبل كده في فيديو منفصل عن أهمية المية في الجسم وعن احتياج الشخص اليومي من 6 ل 8 كوبايات مية، وإلا هيوصل لحالة من حالات الجفاف. كمان الكوسة ليها دور مهم في التحكم في سكر الدم، خصوصا النوع الثاني، لان الكوسة بتحتوي على نسبة قليلة جدا من الكربوهيدرات، نسبة كبيرة من الالياف، وده طبعا ليه دور مهم في خفض سكر الدم، وكمان بتزود حساسية الانسولين. كمان الالياف القابله للذوبان اللي موجوده في الكوسه ليها دور مهم في دعم صحه القلب. اثبت انه تناول من 2 ل 10 جرام من الالياف الذائبه لمده من اسبوع الى اسبوعين بيقلل الكوليسترول الضار في الجسم بنسبه 2.2 مللي جرام. الكوسه كمان ليها دور مهم في الحفاظ على صحه العين، لان هي بتحتوي على كميه كبيره من البيتا كاروتين وفيتامين سي، والعنصرين دول مهمين جدا لدعم صحه العين. كمان بتحتوي على نوعين من مضادات الاكسده ليهم دور مهم في تحسين الرؤيه والوقايه من الامراض العين المرتبطه بتقدم العمر. كمان الكوسه ليها دور مهم في الحفاظ على وزن مثالي والمساعده في انقاص الوزن، لانها بتحتوي على كميه كبيره من الميه، كميه كبيره من الالياف، كميه قليله من السعرات، وده بيساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترات طويله وبيمنع الاحساس بالجوع. وبكده خلصت معلوماتنا النهارده عن الكوسه. اتمنى تكون عجبت حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.